أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، إزاي نتكلم مع الذكاء الاصطناعي عشان ناخد منه أحسن حاجة. معانا مصادر بتوضح إن الموضوع ده يعني مش سحر ولا حاجة، بس فيه طرق بتفرق جامد. بالظبط. هنركز على فكرتين أساسيتين كده، الوضوح في الطلب، وفكرة تانية لطيفة قوي وهي إننا نخلي الذكاء الاصطناعي يتقمص دور خبير. تمام. الفكرة فعلا إننا نتحرك من مجرد سؤال عام وإجابة عامة لأ، لطلب محدد، طلب بيجيب نتيجة مفصلة، نتيجة عملية ومفيدة ومخصوص للي بيسأل. المصادر اللي معانا بتدينا أمثلة عملية جدا ده بيحصل إزاي. الهدف الأساسي هو ناخد المعلومة اللي عاوزينها بكفاءة وبأقل مجهود تخمين من الذكاء الاصطناعي نفسه. والمصادر دي فيها أمثلة فعلا بتوضح الفرق. في فرق السما والأرض بين إني أقول له عايز أعمل حاجة للشغل تحسن الوضع، طبعا دي نتيجة هتبقى كلام عام جدا. طبعا. حاجة إيه وضع إيه، كلام عايم خالص. بالظبط. وبين بقى طلب محدد زي أنا عايز أصمم استبيان رضا عملاء للمطعم بتاعي، عايزه 10 أسئلة ويركز على جودة الأكل وسرعة الخدمة والأسعار. هنا النتيجة هتكون استبيان شبه جاهز. السر طلع في كلمة واحدة: الوضوح. الوضوح والتحديد. لازم نبعد عن كلام غامض زي عايز حاجة حلوة، ونقول وصف دقيق، يعني مثلا منشور انستجرام جذاب عن المنتج الفلاني. مظبوط. وكمان الأرقام بتفرق، نقول مقال 800 كلمة مش مقال طويل وخلاص. نحدد الجمهور، نقول اشرح لطلاب جامعة لسه مبتدئين. وده مهم ليه؟ الوضوح ده مهم لأن الذكاء الاصطناعي بيشتغل بالتعليمات المباشرة، الأوامر اللي بنديها له. لما الطلب يكون غامض هو بيبدأ يخمن والنتيجة بتبقى تخمينية ومش دايما بتظبط التخمينات دي. خالص. عشان كده المصادر بتحدد علامات للطلب الواضح، أرقام، جمهور مستهدف، شكل النتيجة المطلوبة، أي قيود معينة، وكلام بسيط ومباشر. وكمان في تقنية حلوة قوي اسمها التفكيك لو الطلب كبير ومعقد. دي عجبتني برضو. بدل ما أقول له ساعدني أنظم حياتي، دي كلمة كبيرة قوي. كبيرة جدا ومش واضحة. الأفضل أقسمها، أقول له مثلا صمم لي جدول يومي، وبعدين طلب تاني اقترح روتين رياضي يناسبني، وبعدين خطط لي وجبات صحية. بالظبط كده، بتقسمها لحتت صغيرة وواضحة. ده بيخليه يركز في كل مرة على مهمة محددة، فالنتيجة بتكون أدق وأفضل بكتير. تمام. وده يودينا بقى للنقطة التانية اللي المصادر اتكلمت عنها كتير، فكرة تقمص الأدوار. دي بقى فعلا كانت مفاجأة بالنسبة لي، قد إيه ممكن تفرق. بتفرق جامد. المصادر عرضت تجربة، يعني سؤال عادي زي إزاي أبدأ استثمار في الأسهم. الإجابة كانت نصايح عامة قوي. كلام ممكن تلاقيه في أي حتة. أيوة، لكن لما السؤال اتغير وبقى محدد أكتر وفي دور: اعتبر نفسك مستشار مالي معتمد، خبرتك 15 سنة في السوق السعودي تحديداً، اشرح لنا وأنا لسه ببتدي وما بخافش من المخاطرة قوي، إزاي استثمر 50,000 ريال في السوق ده. الإجابة اللي طلعت كانت بصراحة مستوى تاني خالص، احترافية وموجهة ومفيدة جداً. هو ده تحديد الدور، ده بيغير طريقة تفكير الذكاء الاصطناعي لو صح التعبير. بدل ما يجاوب كمعلومات عامة، لا، هو بيبدأ يفكر كخبير في الحتة دي. كأنه لبس شخصية المستشار المالي ده. بالظبط. بيستخدم مصطلحاته، بيشوف أولوياته، بيستدعي المعلومات والأنماط اللغوية المرتبطة بالدور ده من بياناته. الجودة بتعلى جدا. والمصادر كمان بتدي أمثلة تانية لأدوار مش بس مستشار مالي. ممكن نقوله اعتبر نفسك مدير تسويق رقمي خبير في التجارة الإلكترونية للسوق العربي. أو اتكلم كأنك مدرس فيزياء شاطر ومحبوب بتبسط المفاهيم الصعبة. أو حتى تخيل إنك شيف متخصص في الأكل الصحي. الفكرة في التحديد الدقيق للدور. والمصادر بتقترح زي معادلة بسيطة كده عشان نحدد الدور ده كويس. حدد التخصص الأول، مدرس مستشار مهندس، بعدين ممكن تضيف سنوات الخبرة لو مهمة، خبرة 10 سنين مثلا. تمام. وحدد مجال التخصص بالظبط، السوق المصري، الشركات الناشئة كده. وممكن كمان تضيف صفات للشخصية لو هتفيد، زي مشهور بالحلول العملية أو شرحك بسيط ومباشر. يعني فرق كبير بين سؤال إزاي يتعلم إنجليزي وسؤال تاني زي أنا مدرس إنجليزي للعرب ودرست آلاف الطلاب في السعودية، صمم لي خطة 3 شهور عشان أتقن المحادثة الأساسية للشغل. فرق شاسع. النتيجة التانية هتبقى خطة عملية ومفصلة ومناسبة للشخص ده بالذات. ده بيخلينا نفكر إن إزاي بنسأل السؤال ممكن يكون أهم من السؤال نفسه أحيانا. بالظبط كده.
المجهود اللي بنحطه في صياغة الطلب، في توضيحه وتحديد الدور، ده استثمار مباشر في جودة الإجابة اللي هناخدها. يبقى الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من المصادر دي هي عشان نستفيد بجد من الذكاء الاصطناعي لازم نبقى واضحين ومحددين قوي في طلباتنا، ونستخدم كمان فكرة تقمص الأدوار دي بذكاء عشان ناخد منه إجابات الخبراء اللي احنا محتاجينها. وفي نصيحة عملية عجبتني في المصادر بتقول: لو الطلب اللي انت كتبته ده مش واضح ليك انت شخصيا، في 10 ثواني كده قراية سريعة. يبقى غالباً مش هيكون واضح للذكاء الاصطناعي برضه. بالظبط، لازم يبقى واضح ومباشر. وده يفتح سؤال أخير كده للتفكير، مش كده؟ طبعا. يعني بعد ما عرفنا أهمية الوضوح وتقمص الأدوار، تفتكر تحديد النبرة العاطفية المطلوبة في الإجابة ممكن يأثر إزاي؟ سؤال مهم جدا. يعني لو طلبنا نبرة متعاطفة أو حماسية أو رسمية جدا، هل ده هيغير جودة الإجابة أو توجهها؟ دي نقطة تستاهل البحث. ويمكن قبل ما نكتب أي طلب، أهم سؤال نسأله لنفسنا هو: مين الخبير اللي أنا محتاج رأيه في الموضوع ده دلوقتي؟ ومن هنا نبدأ نصيغ الطلب ونوجه الذكاء الاصطناعي. فكرة ممتازة نختم بيها، شكراً جزيلاً. الشكر لله.